السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب من كل مكان. موضوع حلقة النهاردة شاشة ديل قطع باور. هنجرب كده مع بعض. أنا وصلت كابل الباور، مفيش أي لمبة بيان ولا أي حاجة. جهاز قطع خالص أهو. هفكه كده إن شاء الله الجهاز ونشوف مشكلته إيه مع بعض. تابعوا معايا. دي البورة اللي هي بعد ما فكناها يا شباب، ونفكه كده كابل الانفرتر. بصوا هنا يا شباب، شايفين المكثف الكبير مفرقع ازاي، واثار الفرقعه بتاعته واصله لحد فين؟ واصل لحد السوكت بتاع اللي بيروح للمين بورد، وعلى المقاومه اللي جنبه هنا اهي. شايفين المنظر عامل ازاي؟ الرجل اللي هي الموجب، الرجل بتاع السالب بتاعت المكثف اللي هنا دي سليمه، الفرقعه جايه من عند رجل الموجب اهي. شايفين الوضع عامل ازاي؟ مكثف مهري من جوه خالص اهو. شايفين الرجل ثابت اصلا اهي من المكثف. فطبعا هناخد قياسات كده على البورده ونشوف في مكونات تلفت ولا هو المكثف الكبير بس. حتى هنا الانفرتر المكثفات عليه هنا منتفخه. شايفين الوضع؟ نغير طبعا الثلاث مكثفات دول، بس الاول نحل مشكله كارتة الباور. نجيب المالتيمتر بتاعنا، نجيبه على وضع الصفاره، ولما يجي اي كارتة باور فيها مشكله في المكثف الكبير كده فرقع، طبعا احنا بنقيس الموسفيت، موسفيت التقطيع، لان اوقات المشكله دي بتعمل قفله في الموسفيت بتاع التقطيع تتحرق. وطبعا اكيد طبعا الفيوز زمانه اتحرق كمان. نجربه دلوقتي. الفيوز تحت اهو. اقرب لكم بس شويه.
فيوز قاطع خالص اهو يا شباب. هنشوف الموسفيت. شورت صريح اهو يا شباب. هنشوف المقاومة اللي جنب الموسفيت دي برضو. المقاومة دي بني اخضر فضي ذهبي. المفروض المقاومة دي تدينا صفارة. المقاومة دي 15 من 100 اوم. مقاومة اوبن اهي يا شباب. المفروض المقاومة دي تدينا صفارة. المقاومة دي فصلت. طبعا انت بتبص على كل المكونات. لازم الفحص الخارجي برضو تشوف اي مكون تاني فيه حرق. هنشوف الديود ده. ديود سليم. نطمن كده على ايسيل الباور. ده سالب المكثف الكبير. هنشوف في شورت ولا لا. هو طبعا بيبقى فيه رجل سالب. في قراية هنا غير طبيعية على الرجل رقم 6. هنرجع لها تاني دلوقتي. مشاكل الباور ده يا شباب لما تحصل بالمنظر ده، طبعا انت بتقيس ايس الباور. هو طبعا الايسات دي ما بتتقاسش، بس احنا بنكشف عليها ظاهريا كده بس على وضع الصفارة، نشوف في شورت صريح ولا لا. لازم طبعا نقيس كل الضغوطات والمقاومات اللي حواليه دي والمكثفات، لان اوقات برضو بيبقى في مكثف صغير او دايود انت مش واخد بالك منه ويكون هو عامل شورت. بعد ما تخلص شغلك كله تلاقي لسه في مشكلة في البوردة. هنقيس الضغوطات دي. الديود ده بيدي قرايه من الناحيتين. مدي قيمه مقاومه قليله خالص 33 اوم زي ما انتم شايفين كده. شوف المكثف اللي جنبيه نفس الاينو يا شباب. ده مكثف باف. في مكثف تاني سيراميكي جنبيه هنا اهو، قيسه برضو. هما التلاتة تقريبا على خط واحد. الديود والمكثفين دول على خط الفوتوكابلر اهو. هنفك اول حاجة الديود ده، وبرضو نعيد القياس تاني نشوف المشكلة من الديود ولا المكثف، عشان القراية دي مش طبيعية خالص. وطبعا القراية دي اللي احنا شفناها على الرجل رقم 6 في ايسيل باور. اهي نفس القراية يا شباب. هنخلع كده الديود ده الاول كده ونقيس مكانه. ديود اهو صغير خالص اهو يا شباب. الديود ده
والمكثف البف ده، وفي مكثف كيميائي هنا جنبيه. هو ده المكثف، ومكثف البف الصغير والديود. هنشيل الاول الديود ونعيد القياس تاني. طبعا اي ديود قبل ما تشيله بتشوف الاتجاه بتاعه الاول، عشان لما تيجي تركب الديود التاني متركبوش مقلوب. خلعنا الديود اهو. هنقيس تاني كده نشوف هيدينا نفس القرايه ولا لا. خدت بالكم يا شباب؟ مشكله كده في الديود. شوف الرجل رقم 7 في الاي سي تدينا نفس القرايه ولا اتغيرت. رجل رقم 6 عفوا. خدت بالكم يا شباب؟ ما عادش بيدينا القرايه ال 33 اوم. كده احنا هنفك المكثف الكبير، وهنفك المقاومه، وهنفك الموسفيت. دول اللي لحد دلوقتي متضررين. نزود عليه بس الزير كده عشان يتفك معانا بسهولة. نصف اهو يا شباب. شوف رقمه. رقمه 2SK 3548 35 48. طلع المقاومة. المقاومة اهي يا شباب، باين عليها الحرق طبعا اهو زي ما انتم شايفين المنظر. نخلع المكثف الكبير كمان، ويبقوا لازقينه بمادة كده.
زي ما انتوا شايفين كده المكثف حلو ازاي، فرقة من جوه اهو. دي بقيته اهي. وطبعا هنفك الفيوز كمان. الفيوز برضو محروق. دي الحاجات اهيت اللي انا فيها مشكله. الفيوز طبعا لقيناه محروق، والموسفيت والمقاومه والديود الصغير ده، غير المكثف الكبير اهو. هشوف الايام بتاعتهم وارقامهم واشوفهم عندي كده في الورشه. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما جبت القطعه التالفه. ده المكثف اهو، وجبت موسفيت هنا نفس الرقم اهو 3548 موسفيت القديم اهو. وهنقيسهم كده مع بعض. ده اللي هو التالف اهو، ده السليم اهو. جبت مقاومة اهي نفس الرقم التانية برضو، بني اخضر فضي ذهبي. وجبت الفيوز هركبهم كده ان شاء الله مع بعض. ركب الفيوز بس اول حاجه. الموسفيت يا شباب بيبقى ليه عازل زي ده كده، المبرد بتاعه بيبرد الموسفيت وفي نفس الوقت عازل، متنساش تركبه. ركب المقاومة.
ركبنا الفيوز والمكثف والمقاومة والموسفيت. فاضل لنا ايه دلوقتي؟ فاضل لنا الديود. ليد صغير عايز طول بال. بعد ما ركبنا كل المكونات التالفة هنعيد القياس تاني. الفيوز هنا يا شباب تمام. المكثف الكبير، مقاومة زي ما انتم شايفين كده يا شباب. اديت صفارة اهي. شوف الموسفيت تمام. نشوف الديود كان مدينا قيمة مقاومة 33 اوم. زي ما انتم شايفين كده يا شباب ادانا ما لا نهاية اهي. شوف على الرجل رقم 6 على الاي سي اديتنا ممانعة اهي. نقلب كده يدينا ما لا نهاية اهو. في العطال اللي زي دي يا شباب قبل ما تجرب لازم توصل البورد على سيريال الاول. متوصلش باور مباشر عشان لو في اي مشكله ما تحرقش مكونات تاني. هنوصل كده ان شاء الله بسم الله. هنقيس الفولت كده على المكثف الكبير. تلتمية تمانية وتلاتين فولت. هنشوف كده الخارج. تسعتاشر فولت تمام. شوف الخارج برضو هنا المين بورد 19 فولت تمام. نفصل كده. واحنا كان عندنا الانفرتر كان فيه برضو 3 مكثفات متفخين نغيرهم برضو. المكثفات دي قيمتها 220 على 25 فولت نغيرهم هما كمان.
غيرنا الثلاث مكثفات اهو يا شباب. هنقفل كده الشاشة تاني ونجرب ان شاء الله يكون خير. قفلنا الشاشة اهي الحمد لله يا شباب. هنجرب باور كده ان شاء الله. بسم الله. الحمد لله الشاشة اشتغلت اهي يا شباب. زر الباور اهو، ادى الريد الاخضر. نقفل كده، شغل تاني. الحمد لله يا شباب الشاشة اشتغلت اهي نظامي. شفنا مع بعض ازاي بنتتبع العطل لما تكون كارتة الباور محروقة بالشكل اللي كانت فيه البوردة هنا. زي ما انتوا شفتوا كده كان المكثف الكبير منفجر. المكثف الكبير كان منفجر زي ما انتوا شايفين كده، والمقاومة. وغيرنا الديود الصغير اللي كان في دايرة التغذية العكسية، ومصفة التقطيع، والفيوز اهو. يا رب نكون استفدنا من الحلقة، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.